10 جيجا ببلاش، كود تعويض الإنترنت من فودافون ووي وأورنج واتصالات. صباح الفل على أحلى ناس. الفترة اللي فاتت دي ناس كتير جدا في القاهرة، خصوصا اللي ساكنين في وسط البلد والمناطق اللي حواليها، قعدوا يولولوا من قطع الإنترنت والشبكات الأرضي. وطبعا كان السبب معروف، حريقة ضربت سنترال رمسيس، ودي بقى قلبت الدنيا وخربت بيوت ناس كتير، حرفيا مش مجازا، بسبب اعتمادنا الكامل على الانترنت في كل حاجة دلوقتي. الجهاز القومي للاتصالات اللي هو يعتبر ابو الجميع في موضوع الاتصالات ده، شاف اللي حصل ومسكتش، على طول نزل قرار الزامي لكل الشركات فودافون ووي واورنج واتصالات انهم يعوضوا الناس اللي اتضررت. ليه بقى؟ عشان كل مواطن ياخد حقه، وكمان عشان عارفين ان حياة الناس كلها بقت مرتبطة بالانترنت، من الشغل للدراسة لحد الترفيه. طيب يا ترى ايه التعويضات دي؟ الجهاز قال ان اللي عنده موبايل واتأثر هياخد 1 جيجا انترنت ببلاش، اما اللي عنده انترنت ارضي فده اللي حظه احسن، هياخد 10 جيجا بايت مجانا، ولو لسه الانترنت الارضي بتاعه مش شغال ممكن ياخد 5 جيجا زيادة على الموبايل كحل بديل. والاهم من كل ده ان التعويضات دي بتنزل لوحدها، يعني مش محتاج تبعت طلب ولا تتصل بخدمة العملاء، وهي بتضاف تلقائي. طيب اللي حصل بقى ان كل شركة عملت اكواد وتقدر من خلالها تتصل، عشان لو ال10 جيجا مجالكش تقدر تجيبهم. فودافون، لو انت عميل في فودافون وعندك انترنت ارضي اتأثر، ممكن تاخد 1 جيجا مجانا للموبايل لما تطلب الكود ده نجمة 5000 شباك، ويفضل طبعا تستخدم الكود من رقم الموبايل اللي مربوط بخدمة الانترنت الارضي عشان الباقة تنزل صح. لو انت اورنج، دول بقى كانوا كرمة حبتين، منزلين باقة 10 جيجا مجانية لكل المتضررين، ممكن تاخدها عن طريق الكود ده شباك 2525 شباك من اي خط اورنج، وممكن تتابع الباقة دي من خلال تطبيق ماي اورنج بتاعهم او تكلم خدمة العملاء على 110. اتصالات مصر كانت ماشية بمبدأ كله سالك ودغري، قالوا انهم ضافوا 10 جيجا تلقائيا لكل حسابات الانترنت الارضي اللي اتضررت من غير ما تعمل اي حاجة. ممكن تتأكد من الباقة من تطبيق ماي اتصالات او تكلمهم على 011 11 23 433. اما المصرية للاتصالات زي اتصالات بالظبط، برضو ضافت 10 جيجا مجانا تلقائيا لكل اللي اتأثروا، ومش محتاج تعمل اي اجراء. ممكن تتأكد من استلام التعويض ده من تطبيق ماي وي او تتصل على 111. بصراحة خطوة كويسة من الجهاز والشركات عشان الناس ما تتأثرش زيادة. المهم دلوقتي ان الكل ياخد باله من حقه ويشوف التعويض بتاعه نزل ولا لأ. سؤال مهم بعد الكلمتين اللي قلناهم دول، هل التعويض نزل عندك ولا مستني؟ وايه رأيك في خطوة الشركات دي؟ وهل التعويض ده اصلا مناسب للي حصل ولا لأ؟